اختياراتك للمنتج هتكون متأثرة جدا بنوع بشرتك، ولو مش صح هتخسري كل فلوسك على الفاضي. اكتر اللي بيطلع لهم حبوب هي البشرة الدهنية. البشرة الجافة احنا محتاجين ليها ترطيب اعلى من البشرة الدهنية. البشرة الدهنية غير البشرة الحساسة غير الجافة، يعني ممكن تبقى حاجات فعلا مكتوب عليها انها مثلا للاويلي سكين وانت تبقي اويلي سكين بس ما تمشيش معاكي. الريتينول دي من الحاجات اللي ما ينفعش مثلا انا احطها الصبح واروح اتعرض للشمس. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست عشانك. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بالنا كلنا، وهو ازاي نقدر نستفيد من كل منتج أقصى استفادة، وكل جنيه بندفعه ناخد مقابله حاجة من المنتج ده. هل المنتج ده مناسب ليا؟ هل المنتج ده مناسب لنوع بشرتي؟ هل في حاجة لازم أكون حريص عليها وأنا بستخدمه؟ كل الحاجات دي يومنا هتجاوبنا عليها النهاردة في الحلقة بتاعتنا بعنوان ازاي تستفادي من كل منتج أقصى استفادة. ازيك يا يمنى، عاملة ايه؟ ازيك يا سهيل؟ ايه الأخبار؟ الحمد لله. أنا عايزة بس في الأول أقول إعجابي بالألوان دي، إحنا بقى لنا كتير ما لوّناش، يعني آه. أي حد هيدخل على الplay list هيلاقي أيوه، اللون بتاع أيوه، البلوزة هيجذبه وهيفتح الحلقة. يا ريت لو كده هالبس لكم على طول لوّني لنا، ألوان. لوّني لنا. خلاص ماشي، اتفقنا. عاملة إيه، أخبارِك إيه؟ الحمد لله. إيه رأيك في الموضوع بتاع النهارده؟ لذيذ يعني وI guess دايمًا هيعجب البنات البنات بتحب جدًا. تحلِّل فلوسها، اللي هو طبعًا، طبعًا، حاجة بتريحنا من أيوه، أيوه، جوّه. أدفع الفلوس وأحس إن أنا بالاقي حاجة بالضبط، مقابل ده. مش بيتضحك عليَّ. إمم، عايزين إن إحنا نقسّم الموضوع عشان أي حد بيسمعنا ما يتوهش أو كده، وناخد معلومات إحنا فعلًا هنستفاد بيها. إمم، هل نوع تحديد البشرة مهم في كل منتج؟ يعني مثلًا سيرم مثلًا anti aging الحاجات دي، هل آه. نوع البشرة مهم فيها؟ هل نوع البشرة بيختلف في المنتجات بعيدًا بقى عن الغسول والمرطب وكده، هل بتفرق في باقي الحاجات التانية؟ كمان برضه عايزينِك تدّينا tips كده إزاي نحدد نوع البشرة بشكل بسيط، يعني أكيد طبعًا غير لمّا دكتور يحددها لِك، لأ، أنا عايزة مثلًا حاجة بسيطة أي بنت تعرفها تقدر إن هي تحدد نوع بشرتها at least بشكل مبدئي. إمم. يعني تبقى في الway بتاعة النوع بشرتها، ما تبعدش أوي أو كده يعني. خلاص فمحتاجين نسمع منِّك بقى يا يمنى. اختياراتك للمنتج هتكون متأثرة جدًا بنوع بشرتك، ولو مش صح هتخسري كل فلوسِك على الفاضي. بُصّي يا سهيلة، مبدئيًا كده طبعًا إحنا بنبقى لازم number one عشان نعرف نجيب المنتجات اللي تناسب بشرتنا، لازم نكون عارفين نوع بشرتنا. يعني البشرة الدهنية غير البشرة الحساسة غير الجافة. لو استخدمنا حاجة مثلًا للبشرة الجافة استخدمناها للبشرة الدهنية هيحصل إيه؟ هتبوظ لنا الدنيا. كارثة. والعكس برضه نفس الكلام. أول حاجة لازم نكون عارفين نوع بشرتنا عشان نقدر نشتري الحاجة أو نشتري المنتج اللي يناسب نوع بشرتنا. يعني البشرة الجافة إحنا محتاجين ليها ترطيب أعلى من البشرة الدهنية، لأن البشرة بتبقى فيها الدهون قليلة أو بيبقى في جفاف جامد على البشرة، فبتبقي محتاجة أكتر إنِك أنتِ تستخدمي مرطبات ليها. عكس البشرة الدهنية بنبقى عايزين نبعد شوية عن الحاجات اللي فيها ترطيب ونستخدم الحاجات اللي شوية بتحجب إفراز الدهون في البشرة، فبالتالي إن إحنا نحاول نقلل ظهور الحبوب، المشاكل بقى بتاعة الرؤوس السودا إمم. والبيضا والدهون اللي بتطلع على المسام والحاجات دي. يعني بتبقى لازم نبقى عارفين أصلًا نوع بشرتنا عشان نقدر ناخد الروتين أشتري الصح الحاجة لينا. الصح. آه. طيب خلاص، عايزاكِ بقى يا يمنى تقولي لنا شوية tips كده أو حاجات أنا إزاي بشكل بسيط أو شكل مبدئي أقدر إن أنا أحدد نوع بشرتي في البيت. يعني في ناس بتقول على test معين تعمليه، في ناس بتقول لِك لأ، لو أنتِ لقيتِ بشرتِك بتعمل كذا فأنتِ كذا. يعني عايزين بس حاجة مبدئية، حتى لو مش هتبقى accurate بس على الأقل ما ابعدش أوي عن نوع بشرتي. طيب بُصّي، هو سهل أوي إن إحنا على فكرة يعني مش صعب أبدًا إن البنت تكون محددة لنوع بشرتها هي بنفسها، ولو ما عرفتش طبعًا تلجأ لطبيب أو لدكتور أو حد مختص يعني يساعدها. بس مبدئيًا البشرة الدهنية أكتر حاجة تميزها إن إحنا دايمًا معظم الوقت بيبقى عندنا منطقة الT zone بيبقى فيها دايمًا بتلمع أو فيها زيوت أو تحسي إن هي دايمًا فيها دهون زيادة. إمم. فمنطقة الT zone دي بنقدر إن إحنا نحدد بيها إذا كانت البشرة مايلة إنها تبقى جافة أو مايلة إنها تبقى بشرة دهنية. كمان المنطقة اللي تحت البُق كده في الدقن، إمم. برضه دي من الحاجات اللي برضه لو بشرة دهنية بتفرز فيها دهون كتير. كمان البشرة الدهنية من الحاجات اللي كتير بتحصل لها الحبوب، لإن طبعًا لو إحنا ما بنستخدمش روتين مضبوط وبنحجم من إفراز الدهون ده، الدهون دي هتتحول مع الوقت لحاجات تسد المسام، فبالتالي هيظهر مكانها حبوب. ورؤوس بيضا ورؤوس وسودا بيضا وكده ورؤوس صح؟ سودا، ما إمم. هي الدهون بتتحول لرؤوس بيضا ورؤوس سودا وبعد إمم. كده ممكن تظهر بقى بعديها حبوب حبوب. في البشرة. فأكتر اللي بيطلع لهم حبوب هي البشرة الدهنية.
فدي بتبقى محتاجة عناية دايمًا طول الوقت، إمم. نستخدم لها حاجات تقلل إفراز الدهون، وحاجات في نفس الوقت فيها ترطيب، بس الترطيب ما يبقاش قد ما إحنا بنحاول نقلل إفراز الدهون في الوش، عشان ما في البشرة. يزيدش من حتة الحبوب. بالضبط. أمّا بقى البشرة الجافة عكسها تمامًا، البشرة الجافة بيبقى فيها إفراز الدهون قليل جدًا، فبالتالي هي بتبقى بشرة جافة، ما فيهاش أي ترطيب، أي نوع ترطيب ما فيش. إمم. هتلاقي البشرة دي دايمًا وخصوصًا طبعًا في فصل الشتا، هتلاقي إنها دايمًا بشرتها فيها زي كإنها مقشّرة أو كإنها ملمس البشرة نفسه أنتِ بتقدري تحددي بيه إذا كانت بشرة جافة أو بشرة أو دهنية، بشرة دهنية. فاهمة؟ إمم. وفي طبعًا البشرة الحساسة دي سهل أوي إن إحنا نقدر نحددها، بإن إحنا البشرة الحساسة دي ممكن تتحسس من أي حاجة، هي جاية من اسمها أصلًا، يعني بشرة سهل أوي sensitive جدًا إمم. ممكن تتحسس من أي حاجة، أقل مكونات في منتجات البشرة ممكن تسبب لها مشاكل، فدي دايمًا بتبقى حريصة جدًا إنها تكون عارفة بتستخدم إيه عشان ما تبوظش حاجز البشرة وتخش بقى في hassle تاني، إن إحنا نعالج بقى الحساسية اللي حصلت لنا في طبعًا. بشرتنا إمم. وهكذا. إمم. طيب لو هنيجي بقى لأول حاجة إن إحنا مثلًا نختار الغسول بتاعنا، اللي هو أصلًا يعني حتى لو بنت ما عندهاش روتين بتعمله، بس at least بتستخدم غسول، يعني أكيد. اللي هو حاجة أساسية. فهل أنا مثلًا لو دهنية أو حساسة أو جافة، إيه المواد الفعّالة إن أنا أركّزها في كل حاجة؟ يعني مثلًا دايمًا يقول لِك استخدمي مش عارفة لو أنتِ بشرة إيه، حاجة فيها مقشّر، لو أنتِ بشرة حساسة ابعدي عن أي حاجة فيها روايح، لو أنتِ كذا، لو أنتِ كذا. فإيه مثلًا لو يعني عايزاكِ تقولي لي حتى لو حاجة بسيطة في كل بشرة أركّز عليها كمنتج فعّال في الغسول بتاعي؟ بُصّي، يعني لو هنتكلم عن البشرة الدهنية إحنا محتاجين دايمًا المنتجات بتاعتنا تبقى فيها نوع من أنواع التقشير، بس تقشير يبقى بسيط. إمم. يعني ده مع الوقت لمّا أنتِ تكوني بتستخدمي غسول في المنتجات بتاعة التقشير زي مثلًا الAHA والPHA والحاجات دي، إمم. بتبقى حاجات مقشرة تقشير بسيط، فبالتالي مع بتقلل من الوقت. إفراز الدهون إمم. معانا. إمم. إنما البشرة الجافة ما ينفعش تستخدم غسول زي ده. أنتِ فاهمة؟ البشرة الجافة بتبقى محتاجة أكتر حاجات كريمي، حاجات فيها يعني غسول يكون كريمي، يكون بيرطّب البشرة، ترطيب، خلاص؟ البشرة الحساسة طبعًا نبعد تمامًا عن أي حاجة فيها مقشرات، يعني البشرة الحساسة زي ما قُلنا في الأول، بتبقى محتاجة تعامل خاص شوية، علشان هي سهلة أوي إنها تبقى تتحسس من أي منتج أو أي مكون، فاهمة؟ فاهماكِ. وبتبقى موجودة بقى، يعني كل حاجة بتبقى مكتوب عليها دي للsensitive skin، دي موضّحة. للdry skin وهكذا، طب فاهمة؟ أنتِ أصلًا يوم ما نسيتيه من إن أنتِ تستخدمي الغسول مرّة في اليوم بالليل مثلًا والّا مرّة الصبح ومرّة بالليل؟ بُصّي على حسب، يعني طبعًا إحنا مما لا شك فيه إن إحنا لازم أول حاجة الصبح نعملها إن إحنا نغسل نغسل وشنا، وشنا. بالليل بقى ده depend على أنتِ طبيعتِك إيه، بتنزلي مثلًا كتير، بتتعرّضي للتراب، لهوا، لmakeup، لحاجات بقى إمم. فيها حاجات تسد المسام، فدي بالتالي إن إحنا نبقى لازم محتاجين أغسله. نغسله طب مرتين. أنا يعني أنا لو هاغسله مرّة واحدة في اليوم، يبقى إمم. الصبح والّا بالليل؟ أنهي البشرة بتكون محتاجة فيه غسول أكتر؟ لأ الصبح. فعلًا؟ أنا وخصوصًا باعمل العكس للoily بقى. skin، وخصوصًا للoily skin. إمم. الoily skin بنبقى محتاجين جدًا إن إحنا الصبح، لإن طبعًا مع ده النوم أساسي طبعًا. مع النوم الدهون ممكن تزيد، مع العرق، مع أي حاجة ممكن الدهون تزيد، فبتبقي محتاجة لازم أول حاجة تعمليها الصبح إمم. إنِّك تغسلي وتنضّفي بشرتِك. البشرة الجافة مش شرط، مش لازم إن إحنا نغسلها الصبح، لإن إحنا already بنبقى محتاجين إن البشرة أصلًا تحتفظي بترطيبها. تفرز دهون عشان يبقى فيها شوية ترطيب، إمم. فاهمة؟ إمم. فالجافة غير الدهنية، يعني لو هتتكلمي طب لو أنا فدي مختلطة بقى، يعني هي المُحيّرة للناس كلّها. ما هي دي أنا قُلت لِك بقى يا سُهيلة، إحنا محتاجين إن إحنا نكون عارفين طبيعة طبيعة يومنا يومنا، ماشي بالضبط. ماشي إزاي. لو يعني أكيد إحنا من حد في الناس اللي البيت يعني غير برّه. بنحُط دايمًا طبقات على وشنا أو بنحُط حاجات على بشرتنا، حاجات تسِد المسام وكده، لأ يبقى ويُفضّل إن إحنا تبقى الصبح وبالليل. لو إحنا طبيعتنا ما بنحُطّش وما بنستخدمش foundations كتير أو مثلًا blusher كتير أو حاجات على بشرتنا، فمش لازم إن إحنا نغسلها مرّتين. طب موضوع الdouble cleansing ده يعني حلو والّا حلو بيرهق جدًا، البشرة؟ حلو جدًا، وبرضه أكتر للبشرة الدهنية. بس هل حتى لو للبشرة الدهنية كل يوم بشكل يومي والّا؟ يعني مش لازم كل يوم، على إمم. الأقل مرّتين في الأسبوع تكوني حاطة في الroutine بتاعِك إن أنتِ تعملي يومين في الأسبوع الdouble cleansing، اللي هو يعني إحنا هيفرق. نعمل غسول مثلًا زيتي شوية في الأول، وبعدين الغسول اللي بعد كده بيبقى غسول كريمي، نقدر ننضّف بيه المسام بشكل كويس جدًا. عايزين بقى يومنا هنتكلم عن هي حاجة البنات في بنات بتشوفها أساسية في الروتين، وفي بنات بتشوفها لأ، إنه أنا عادي مش هاخسر حاجة لو ما استخدمتهاش يعني، آه. وهي التونر.
هل التونر خطوة أساسية والّا مش أساسية؟ أساسية ومش أساسية. يعني إمم، بمعنى هو التونر مهم لو إحنا زي ما قُلت لِك إحنا في الأول بشرتنا من البشرة اللي بتتعرّض لحاجات كتير تسِد مسام، ت ت ت ت ت تزوّد ظهور حبوب إمم. وهكذا، فطبعًا التونر هيبقى حلو لينا. بس لو إحنا طبيعة وشِّنا إنه إحنا مش بنتعرّض كتير للmakeup أو للشمس أو للأتربة عامةً الحاجات اللي ممكن تكون آآ مش كويس إن البشرة تتعرّض ليها إمم. دايمًا، فيُفضّل إن أنتِ تكوني بتستخدمي التونر ليها. لكن هو مش حاجة أساسية لا، يعني. لأ، مش أساسي لأ. طيب هو أصلًا الخطوات الصح إيه؟ التونر بعد الغسول؟ يعني قولي لي كده الغسول الخطوات أول حاجة، الغسول. بعدها تونر، وبعدها لو عندنا أي سيرم نستخدمه زي الhyaluronic acid أو الفيتامين سي أو أي سيرم مغذي للبشرة أو بيعمل نضارة، نحطه بعد التونر، إمم. وبعدها آخر حاجة الحاجة اللي قبل الأخيرة الكريم المرطب، وآخر حاجة طبعًا بتبقى الsunblock. يعني طيب بالترتيب إمم. cleansing toner serum ترطيب اللي هو مثلًا أي كريم مرطب أي إمم. آه، hydrating وآخر حاجة الsunblock. يعني الحاجات الoily قبل الحاجات الcreamy. أيوه يعني أنا بالضبط. أحُط السيرم بعد التونر أو بعد الغسول لو أنا ما عنديش تونر وقبل الترطيب، أيوه بالضبط وأسيب كده. بس بينهم فرق ينشف. بالضبط كده. الكريم المُرطِّب، آه. المُرطِّب ده يعني أنا باحسّه بصراحة أهم حاجة بقى، لإن أنتِ ممكن تحُطّي مُرطِّب يبقى لنوع بشرتِك بس برضه يطلّع لِك حبوب، يعني فهل ده بيبقى يعني هل في مادة فعّالة ما بتبقاش مناسبة ليّا والّا بيبقى آه الموضوع طبعًا، إيه؟ آه طبعًا، آه طبعًا. في يعني أنا حاجات لازم ممكن ما أجرّب آخُد التجربة تناسبكيش. وآخُد الخازوق. في حاجات ما تناسبكيش إمم، يعني ممكن تبقى حاجات فعلًا مكتوب عليها إنها مثلًا للoily skin وأنتِ تبقي oily skin بس ما تمشيش معاكِ. إمم، فاهمة؟ إمم، برضه دي بتبقى ممكن محتاجة شوية تجربة. يعني أنتِ لمّا مثلًا في منتجات معيّنة لمّا بتجرّبيها وبترتاحي عليها خلاص أنتِ by default خلاص أنتِ بتبقي هي دي عارفة. الحاجات إمم، اللي أنتِ مرتاحة وماشية مع بشرتِك، فهتفضلي طول الوقت بتستخدميها، فهمتيني؟ بس فهمت. ممكن يكون محتاج الموضوع فعلًا تجربة في الأول. طب هاسألِك سؤال يا يمنى، لو أنتِ مثلًا هتعملي روتين الصبح لبشرتِك وبالليل، هل الصبح يعني هتحطّي الكريم وهتحطّي التونر وهتحطّي السيرم وهتحطّي المرطب والsunblock وبالليل هتعملي نفس الخطوات والّا هل أنتِ بتنوّعي بين الصبح لأ وبالليل؟ طبعًا بانوّع. الصبح يعني إيه في بقى وبالليل حاجات إيه؟ في حاجات الصبح ممكن تتحط وأقدر أنزل بيها بعد كده الشمس، في حاجات بالليل بنحطها عشان ما نقدرش إن إحنا نحطها ونتعرّض فيها للشمس. زي إيه؟ زي مثلًا الريتينول. إمم، الريتينول دي من الحاجات اللي ما ينفعش مثلًا أنا أحطها الصبح وأروح أتعرّض للشمس، إمم، فاهمة؟ إمم، الحاجات اللي فيها مقشرات قوية إمم، شوية، ما ينفعش إن أنا أحطها الصبح وأتعرّض لشمس أو أخرج إمم. من البيت، فبالتالي في حاجات بتبقى محتاجة إنها تتحط بالليل مش الصبح. طب لو في عندي غسول فيه ريتينول وباستخدمه الصبح، لأ هو ما ما فيش فيش غسول فيه لا، 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 ريتينول لا، لا، لأ، أصلًا؟ الريتينول ده طب دايمًا بيبقى معمول واللي هو سيرم. يعني الفيتامين سي، الفيتامين سي ممكن إن إحنا نحطه الصبح، بس لازم مش option إن أنتِ بعدها لازم تحطي sunblock. كده لو أنتِ sunblock لازم يعني. يعني لو أنتِ من الناس اللي بتهملي في الsunblock يبقى اوعي طبعًا تحطي فيتامين سي الصبح. يُفضّل إن الفيتامين سي برضه تبقى من الروتين بتاعِك بتاع بالليل. أحطه بالليل. آه. أنا بصراحة باحس يعني أنا مش أنا بيتهيأ لي غلط بقى، أنا اكتشفت إن أنا غلط بعد اللي أنتِ بتقوليه، بس أنا كنت من الteam اللي أنا الصبح أنا أصلًا بابقى عاملة الروتين بتاع بالليل قبل ما أنام على طول، باحس إن أنا صاحية وأنا بشرتي مختلطة مش دهنية ومش جافة، فاحس إن أنا صاحية وشي نضيف، يعني فعلًا نضيف، ممكن بس أغسله بمَيّة خلاص ده وأحط حقيقي. sunblock وبعد كده عشان كده خلاص. قُلت لِك مش شرط، يعني إمم، أنتِ على حسب طبيعتِك نوع وطبيعة بشرتك. يومِك عامل إزاي، طبيعة أصلًا استخدامِك للmakeup وللحاجات اللي ممكن تكون مؤذية للبشرة شوية، إمم. فاهمة؟ بالليل بقى بصراحة بيبقى باحس إنه الموضوع كارثي، اللي هو أنا باحس إن أنا لازم أشيل اللي على وشي ده في ده أسرع وقت. لازم، آه طبعًا، آه طبعًا. طيب خلاص يا منى إحنا كده بيتهيأ لي عرفنا منِّك tips عن كل حاجة تخُص الروتين اللي إحنا بنعمله بشكل daily. إمم. بس عايزاكِ بقى في الآخر كده توجّهي نصيحة زي ما بنعمل كل مرّة لكل البنات اللي بتسمعنا في الحلقة دي. بُصّي، أنا بانصح البنات كلّها إنه إحنا يعني مش شرط الحاجة اللي إحنا نروح نشتريها غالية وممكن تبقى مكتوب عليها إن هي مثلًا مناسبة لنوع بشرتي، ممكن برضه أستخدمها وما ارتاحش فيها وما تبقاش مناسبة ليّا. فيُنصح إن إحنا بلاش نمشي ورا أي دعاية أو ورا أي كلام بيتقال إلا لمّا نكون مجرّبين الحاجة دي، مجرّبينها أو على الأقل عارفين المكونات بتاعتها ومجرّبينها في حاجة تانية قبل كده، فبالتالي سهل إن إحنا نجيبها ونشتريها حتى لو هندفع فيها فلوس كتير.
بس يعني أبقى بادفع وعارفة إن أنا بس هاخد أنا يعني، دافعة بالضبط. وأنا عارفة إن الحاجة دي مناسباني، فاهمة؟ ميرسي أوي يا يمنى على كل النصايح العفو، دي، وأتمنى تكون كل البنات اللي بتسمعنا يا رب. استفادت وتقدر إن هي تختار المنتج بتاعها بعد كده بشكل صح، واستنونا تاني في حلقات كتيرة مع يمنى وهي بتدينا نصايح في كل المواضيع اللي أنتم عايزينها، واكتبوا لنا في الcomments لو حابين نتكلم عن حاجة معينة. باي باي. باي.